البرتغال في ثاني مواجهة بين المنتخبين بعد 16 سنة، والوصول للمرة الثانية في مواجهة حامل اللقب الأوروبي بعد منتخب فرنسا في 2001. بالتشكيلة تشهد تغييرات مقارنة بين آخر زوج لقاءات، الحدادي مكان معلول من اليسار، والنكاس يرجع من اليمين، وبن علوان وبن رياح في اللاكس. وغيابات هجومية مؤثرة فرضت على معلول التعويل منذ البداية على السيف الخاوي بدري وخليفة في الاتاك لأول مرة أساسي مع نبيل معلول. بداية قوية لزملاء فرجاني ساسي، أقل من دقيقة السليتي للبدري خرج الخاوي كورته جانبية. بداية موفقة، لكن منتخبنا بالأخص دفاعه قام بهفوات كانت تكلفه أكثر من هدف. بعد هفوة أولى من بن علوان حاول يستغل كواريزما وسخيري يدخل، بعدها هفوة ثانية من معز حسن في رجع الكرة، ونفس اللاعب يضيع الفرصة بعد انفراده بالحارس أحسن. منتخبنا قبل اللعب في الأربعة رجلون، وهذا ما كلفنا هدف بعد هجوم من كواريزما من شيرة اليسار لدفاعنا، يوزع في القائمة الثاني لأندري سيلفا محترف ميلان، يفتتح النتيجة وأول هدف يقبل منتخبنا بعد 202 دقيقة. إجابة المنتخب سريعة، توغل من نكاس يتجاوز جيريرو ويوزع، والخاوي كورته جانبية بقليل. منتخب البرتغال كان أحسن منا في الشوط الأول وفرض ضغط عالي على دفاع وولد الأخطاء وكذلك الكرة الثابتة. ركنية من برناردو سيلفا ترجع مسخري قدام جواو ماريو محترف واستهام طليق، ياخذ وقته ويصوب ويسجل الهدف الثاني في غياب التغطية على الدوزيام بال. زوز أهداف في 7 دراج خلت منتخبنا يخرج من مناطقه بصعود الظاهرين، الحدادي في محاولة أولى ودياز يتدخل، والجديد يجي من اليمين، كرة تبدا من الخاوي للنكاس يتوغل يمر للسليتي بدوره للبدري كيما جات يصوب ويذلل الفرق، ويخلي منتخبنا في الطرح مع دخولنا في حجرات الملابس 2-1. زوز تغييرات مع الشوط الثاني لمنتخبنا، معلول والروج مكان الحدادي والخاوي، ومرة أخرى هفوات دفاعية في التغطية كانت تكلفنا الهدف الثاني. بعد بهدة في الدفاع برناردو سيلفا يتوغل يعمل كل شيء، يراوغ يصوب كورته على القائم، ترجع قدام جواو ماريو وجه لوجه، ومعز حسن يفسخ الهدف ويخلينا في الماتش. ضاغط متوسط، وهالمرة أدريان سيلفا يصوب في دين أحسن، ثم كرة ثابتة تتنفذ من كواريزما سوء تغطية، كارفالو يسجل الهدف يتم إلغاؤه بعد إشارة مساعد الحكم لوجود تسلل. مع أول صعود لمنتخبنا للهجوم النكاس يربح مخالفة تتنفذ من معلول، ترجع من الدفاع عليه مرة أخرى يوزع، والروج ينقض على الكرة ويغادر الحارس أنطوني لوبيز، والتعديل والعودة من بعيد للنصور ضد نجوم البرتغال، وهدف للقادمين من بنك الاحتياط. هدف أعطى أكثر ثقة لمنتخبنا مع تحسن مردود خط وسط الميدان بدخول الشعلالي لمعاضدة فرجاني والسخيري، والطريقة اللي خلق بها النكاس الفرصة تأكد ذلك. ربع ساعة قبل النهاية بعد ما توغل وهز معه دفاع البرتغال يصوب كورته جانبي، وزاد كان مصدر لآخر عملية في اللقاء بعد ما وزع والكرة تتجاوز الروج. 2-2 مرة أخرى منتخبنا لا يعرف الهزيمة مع معلول في 8 ماتشات بين رسميات ووديات في مباراة ضد منافس محترم جدا، واللي تعتبر أحسن اختبار لتصحيح بعض الأمور الفنية خاصة على مستوى الدفاع، واخذ فكرة شاملة على الزاد البشري.